لا لما تقول الاطفال مثل المختارين كاع اللي شانوا صبوا أن الحب منكتم ما بين مساجم منه عظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على قدر ولا أريق صديقك الذي والأبد مولاي صل وسلم دائما مني إليك ولو أنصفت لم تدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حدثك حالي أنا سر بمستتر عن الوشاة ولدى إجم حاسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحطني المصحلات لست أشبعه إن المحب عن العثال في الصمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني شهدت نصيح الشيب بعدل والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرت بالسوء ما تعاقت بجهلها بنذير الشيب والحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعادت من الفعل الجميل خير ضيف الألم برأس غيره كشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللي برد جماح من غواياتها كما يراد جماح الخيل بالنجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطاعة لا يقوي شهوة النعيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم النفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفتنه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اصرف هوى حذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصبح أو يصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها في الأعمال سائمة وإن هي سحلة المرعى فلا تسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحسنات بالذات للمرء طاهرة من حيث لا يا وطن صاف وحرب
السادة نواب البرلمان بغرفته، السيد المستشار الرئيس المدير العام للجنة، ولكن من اشهرهم الشيخ محمد بن عبد الكريم المغير رحمه الله عليه، الذي بقي في منطقه قرارة على بعد 18 كيلومتر من هذا الموقع لمده 26 سنه كامله. هذه الطبعه التجريبيه لا شك انه ربما ستكون بدايه لطبعات اخرى، ولكن اعتقد انه الدور المهم لها هو اولا تتميم ما لدينا في المنطقه من حفظ لكتاب الله ولقيم ديننا الحنيف، ولكن ايضا هي فرصه للتعريف بها، للتعريف بدور هذه الطريقه وبدور المنطقه في تحفيظ القرآن، ولكن أيضا في الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية التي نعتز كثيرا بدور منطقتنا وبدور ولاية تلمون وبدور مشايخها وطلابها وحفظة القرآن بها على مر السنين في المحافظة أولا على الدين، ولكن أيضا في المحافظة على اللحمة وعلى الوحدة الوطنية، وهي التي أعطت دروسا في مراحل كثيرة، في المراحل الصعبة خاصة، سواء أثناء أو إبان الفترات الاستعمارية عبر التاريخ، ولكن أيضا بعد ذلك في كل المراحل الصعبة، إلا وكانت المنطقة وكان حفاظ القرآن الكريم وكانت المدارس القرآنية والزوايا كانت حصنا منيعا ضد كل اشكال التطرف، ضد كل اشكال الافكار والتوجهات الداخله على مجتمعنا وعلى مرجعيتها الدينيه. اعتذر على الاطاله مره اخرى. اشكر كل القائمين على تنظيم هذه الطبعه التجريبيه، وعلى راسهم السيد والي الولايه الذي وقف منذ اسابيع كثيره عبر اجتماعات ماراثونيه. اشكر كذلك شكر خاص لمجمع اتصالات الجزائر الذي كان له دور كبير في المساهمه في تنظيم هذه الطبعه الاولى، املا ان تكون هنالك طبعات اخرى مستقبلا في السنوات المستقبليه بحجم اكبر وبتنظيم افضل واكبر كذلك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. اخترت هذه الآية لأنها وحدها عقد لها الحافظ بن ناصر الدين مجالس كثيرة، وما بقي منها حفظ وطبع في مجلد ضخم، وقد مكث يقيد فوائد حول هذه الآية حولا كاملا. قال رسول رب العالمين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلى ذلك الأئمة والعلماء في الأمة جيل بعد جيل لهم عناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة ورواية ودراية. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة، وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. وإن هذه السلكة القرآنية بالتلاوة القرارية الجماعية التي تديرونها في هذه المنطقة تحت الرعاية السامية للسيد والي الولاية وإشراف من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، ما يخال إلا كونها ناجحة، سيستمر نجاحها، فقد نعمت البدعة هذه. وإنها لنمط عزيز بات إرثا دينيا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على طعام المسكين الماء
القدر فصل لربك ويا أيها الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما يدي إذا جاء نصر الله والله والفتح ورأيت الناس يدخلون فيه سبح بحمد ربك واستغفر إن توابا تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة والله أحد الله الصمد الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق